للمنتخب التونسي في هذا الشوط الثاني، بينما هذه كرة وعملية الانطلاق للمنتخب الإيفواري وضربة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب الإيفواري في بداية هذا الشوط الثاني. يبدو أنه الكرة لمست بيد كريم مع حكي، ننتظر الإعادة كانت سريعة، والحكم عمار الشنيبي يعلن عن ضربة جزاء لمصلحة المنتخب الإيفواري بعد دقيقة فقط منذ انطلاق الشوط الثاني، بعد توزيعة كانت من ماكس جرادل لاعب سانت إتيان أقحمه المدرب فرانسوا زاوي في بداية هذا الشوط الثاني. أكيد سنحاول تباعا متابعة التغييرات على مستوى تشكيلة المنتخب الإيفواري في هذا الشوط الثاني. نذكر تغيير كان في أواخر الشوط الأول في المنتخب التونسي، بينما التنفيذ سيكون لديدي دروغبا. ديدي دروغبا تقدم، دروغبا يسدد، والهدف الثاني، الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الإيفواري منذ بداية هذا الشوط الثاني من ضربة جزاء بعد أن لمس كريم حقي الكرة وحولها إلى هدف الثاني لاعب تشيلسي ديدي دروغبا. البلبوني في جهة وكرة دروغبا في جهة. النتيجة 2-0 لمصلحة المنتخب الإيفواري، 2-0